المؤتمر الإقليمي لتجديد المكتب الإقليمي لحزب الاستقلال داخل إقليم فحص الجرة. تمت أشغال هذا المؤتمر. برنامج المؤتمر كان في جلستين. الجلسة الأولى هي الجلسة الافتتاحية، حيث عرفت حضور مجموعة من قيادي أحزاب في الجهة، كذلك برلماني الأحزاب وبرلماني الحزب، ومجموعة من رؤساء الجماعات من مختلف الأقاليم ومختلف الأحزاب. عرفت هذه الجلسة مجموعة من التدخلات. التدخل الأول كان لمبعوث اللجنة التنفيذية الأخ العزيز يوسف أبطوي، حيث قدم العرض السياسي. بعدها كان تدخل أو العرض ديال الأخ رفيق بن قرشي عضو اللجنة المركزية. بعدها تم تكريم بعض مناضلي الإقليم داخل هذا المؤتمر اللي بصموا الإقليم بالعمل ديالهم والإخلاص للحزب والوطن. بعد أن رفعت الجلسة الأولى مررنا إلى الجلسة الثانية، حيث تمت تلاوة النص المؤطر لانتخاب كاتب أو كاتبة الإقليمية للحزب وإعلان من له الرغبة في الترشح. كنت المرشحة الوحيدة التي عبرت عن رغبتي في الترشح للكتابة الإقليمية لحزب الاستقلال. تم التصويت علي بالإجماع كل المؤتمرات والمؤتمرين، وبعدها تم التصويت على المكتب الإقليمي الذي يضم كفاءات عالية من نساء ورجال. حاولنا فيه أن نصل إلى المناصفة لكي نعبر عن قوة المرأة داخل حزب الاستقلال وعن دعم الحزب للنساء وقوتها داخل الحزب والترافع على التنمية المندمجة للوطن وللإقليم. بعدها طبعا أنا بدوري اليوم هذا التصويت أو هذا الانتخابي ككاتبة إقليمية لحزب الاستقلال، طبعا غادي يخليني نشعر بمسؤوليه اكبر، لانه واحد المنصب او واحد ماشي سهل اني نكون كنترأسو. غير هو اني اليوم غنحاول قدر المستطاع باني التجربه كلها اللي راكمتها سواء على مستوى المؤسسات التشريعيه او مؤسسه الجهه، كذلك تدرج في تنظيمات الحزب، انها تزيد تفرغ داخل هذا التنظيم الحزبي اللي من خلاله بمعيه الاخوه والاخوات داخل المكتب نحاولوا نترافعوا على جميع المشاكل اللي كيهم الاقليم والجهه ديالنا كذلك. شكرا. نساء اقليم فحص الجرة بانه انتخبت اليوم امراه في الكتابه الاقليميه لحزب الاستقلال.